السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا بفكرة جديدة. يا رب تعجبكم. الفيديو اللي انا عملته كفر السجاد. بصراحة ناس كتير جدا دخلت عجبهم قوي قوي قوي، ودخلت تسألني منين بكام. في افكار كتير قوي ان شاء الله نعملها مع بعض بعد كده. بس تعالوا بقى نشوف ده ايه. هنقول بسم الله. بصوا، اكيد كلنا عندنا نفس المفرش ده. المفرش ده انا عندي منه 2. واحد هسيبه زي ما هو، انا بفرشه كل عيد وكده، لكن ده في فكرة كده حلوة ايه هعملها. انا بصراحة كنت محتاجة لحاف اطفال، فقررت ان انا، وده يعني احنا مش هنحتاجه كتير يعني في ناس كتير مش بتفرشه، وفي ناس كتير يعني ايه بتفرشه كل عيد زي مثلا. فاحنا هنعمل ايه؟ انا قررت ان انا اعمل ده، بدل ما تبقى مفرش واحد يبقى حاجتين عندي، يبقى مفرش ويبقى عندي لحاف فايبر. اول حاجة هطلع الفايبر اللي هنا، هفصل الفايبر عن المفرش، وبعدين هعمل ايه؟ هخلي المفرش ده يتفرش عادي. وطبعا بصوا هو معاه الخداديات بتاعته اهو. هخلي المفرش بدل ما يبقى فيه فايبر يبقى كده، يبقى زي ده كده. فهمتوا؟ يبقى زي كده. تعالوا بس اما نقص ده، نفصل الايه الفايبر عن الفايبر عن المفرش. انا بقى مش عايزه ان انا افكه كله او اخيطه كله. بصوا هو ده متخيط طبعا كده من الجناب الاربعه بتاعته. بصوا انا هفك جنب واحد، هفك جنب واحد كده زي كده، شايفينه كده اهو. هفكه من هنا، يعني انا هقص ده كده، اهو. بصوا بكل سهوله اهو فايبر اهو. هو اي نعم اللحاف مش هيبقى يعني فايبر تقيل قوي، بس هو ده هيتعمل لحاف اطفال اهو. بصوا الفايبر اهو، هيدفي برضو، يعني هيدفي ان شاء الله، يدفي. ده بقى انا مش عايزه افكه من هنا، يعني بصوا شفتوا الحته دي كده، دي انا مش عايزه افكها عشان ما اخيطش تاني. يعني انا لو فكيت ديت هضطر ان انا اخيط. يعني بصوا كده كده، هو سهل طبعا علشان ما فيش اي خياطه من النص، فهو سهل خالص يعني. فكره اللحاف حلوه قوي 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 وسهله. لو انت هتيجي تشتري لحاف فايبر اطفال هتشتريه 500 جنيه، يعني اللحاف هيكلفه 500 جنيه. انا هقول لكم اللحاف كله هيكلف كام.
ده بقى لما يتعمل لحاف بصوا هيدفي. وبعدين احنا بقى استغلينا المفرش اللي معظمنا ما بيفرشوش غير مرة واحدة بس. هنستفاد منه ان احنا هنخليه برضو مفرش ستان، احنا هنفرشه عادي وهيبقى خفيف معانا وسهل ان هو يتغسل، وفي نفس الوقت عملنا لحاف. طريقة اللحاف بقى انا مش عارفة بقى هنزلها في نفس الفيديو ده ولا هعملها فيديو جديد. بس دلوقتي انا هطبق الفايبر ده وهعينه لحد ما نصور ان شاء الله ونعمل اللحاف مع بعض. ماشي، انا كده هطبقه واعينه. بصوا حجمه اهو. ودلوقتي كده بقى هيبقى سهل ان احنا نغسله، سهل ان احنا نفرشه ونشيله كل شويه، مش هنضطر ان احنا نفرشه مره واحده بس في السنه او في المناسبات او في الاعياد. بصوا ايدي النور كده ينزل التاني ده. شفتوا شكله؟ وكده احنا اصلا ما بهدلناش المفرش، احنا فتحناه من يمه واحده بس، من جنب واحد هو الجنب ده اهو. ممكن احنا نخيطه، ممكن نسيبه زي ما هو. بصوا مش هتفرق لان هو مفتوح من هنا اهو، ده هيتفرش كده فهينزل على السرير من الناحيه دي كده، هينزل كده فمش هيبان اساسا. بصوا بقى خفيف خالص، سهل ان هو يتفرش وسهل ان احنا نطبقه ونعينه عادي ونفرشه كذا مره. انا فكيته بقى كده عشان اغسله، وان شاء الله باذن الله نبقى نفرشه في العيد. اكنها دفايه، المكان اكنها دفايه. بصوا، مع ان انتوا شفتوا الكرتونه من الاول، شفتوا الكرتونه كانت قد ايه، كان حجم الكرتونه لوحده قد كده يعني، عشان كان واخد كل ده. فشوفوا احنا فصلناه وعملنا منه حاجتين اتنين. يا رب بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان الكل يستفاد منه. واشوفكم في فكرة جديدة ان شاء الله وفيديو جديد. باي باي.